استنوا 72 ساعة ساخنة جدًا في الكورة المصرية بدايةً من بُكرة الجمعة 23 مايو لحد يوم الأحد 25 مايو، لإن ده هيكون الموعد المتوقع لإصدار القرار النهائي من المحكمة الرياضية الدولية بشأن قصة ال3 بونت المخصومين من النادي الأهلي والّا لأ، واللي بناءً عليهم ممكن يحددوا شكل أو هوية بطل الدوري في الموسم الحالي. طبعًا من ساعات كان انفرد الزميل العزيز أحمد عبد الباسط بالخطاب اللي اتبعت من المحكمة الرياضية الدولية كاس للاتحاد المصري لكرة القدم، بيطالب فيها بسرعة الرد على شكوى نادي بيراميدز أو تظلم نادي بيراميدز اللي بعته للمحكمة الرياضية في الشق المستعجل، والشق المستعجل ده ممكن يوقف أو يجمد الإعلان عن البطل يوم الأربع 28 مايو في مباراة الأهلي مع فاركو ومباراة بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا. لكن الفكرة كلها إن المحكمة الرياضية الدولية نفسها عايزة تخلّص الملف ده تمامًا قبل موعد المباراتين يوم الأربع، وده اللي طلبه مسؤولي بيراميدز في الملف اللي رفعوه في الشق المستعجل للمحكمة الرياضية الدولية. وخلّي بالك إن مسؤولي بيراميدز خلال الأيام اللي فاتت لو خدتوا بالكم كانوا ساكتين تمامًا في الإعلام، ما بيتكلموش عن الموضوع ده، ولمّا تواصلت حتى مع مصدر من بيراميدز كان كلامه معايا إن إحنا كده فقدنا الأمل في إن إحنا ناخد حقنا من وجهة نظرهم طبعًا من اتحاد الكورة أو من رابطة الأندية، وبالتالي إحنا ماشيين في التصعيد خارجيًا للمحكمة الرياضية الدولية. وبالفعل مسؤولي بيراميدز كانوا بيسابقوا الزمن خلال الساعات الماضية علشان يجهّزوا ملف متكامل فيه كل الإثباتات والمستندات من وجهة نظرهم اللي تثبت إن ليهم الحق إن الأهلي يتخصم له 3 نقاط، خصوصًا إن ال3 نقاط دول هيكونوا مؤثرين في تحديد بطل الدوري. مرفق بقى في القرار أو العقوبة اللي اتعرّض ليها الزمالك الموسم اللي فات لمّا انسحب واتخصم له 6 نقاط، مرفق فيها مداخلة طه عزت مدير لجنة المسابقات اللي قال فيها إن اللائحة كانت بتقول إن الأهلي يتخصم له 6 بونت، مرفق فيها كمان مداخلة النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، وفيها كل الأدلة من وجهة نظرهم اللي تثبت أحقيتهم قانونًا في خصم ال6 نقاط من النادي الأهلي. طبعًا اتحاد الكورة دلوقتي طلب من النادي الأهلي الرد، وطلب من نادي الزمالك كمان الرد علشان خلال 24 ساعة يتبعت رد الأهلي ورد الزمالك ورد رابطة الأندية المصرية المحترفة في الموضوع كله. خلّي بالك لو بيراميدز مش ساكت فالأهلي كمان مش ساكت، يعني الأهلي دلوقتي بالنسبة له إنه يبعت الرد هو عايز يلعب المباراة، يعني الأهلي شغال في ملفه على إن هو طالب بإعادة مباراة القمة أو لعب مباراة القمة اللي هو ما لعبهاش، ومستند في ده كمان من وجهة نظره على إن هو كان ليه الحق إنه يلعب المباراة بحكام أجانب بناءً على خطاب رابطة الأندية المحترفة وإرسالهم طلب رسمي لاتحاد الكورة علشان خاطر يعينوا حكام أجانب لهذه المباراة، مع كلمة أو التأكيد على جملة ضمانًا لمبدأ النزاهة والشفافية. إن الأهلي هنا شايف إن ده اعتراف ضمني من رابطة الأندية المحترفة إن ما كانش في عدالة ولا شفافية أو نزاهة في التحكيم المصري لإدارة المباراة، وبناءً عليه الأهلي خد موقفه. فالأهلي كمان هنا بيجهّز رد قوي جدًا مع اللجنة القانونية علشان خاطر يطالب بإعادة المباراة، وبيقول إن هو أصلًا مش راضي بفكرة إن هو اتخصم له 3 نقاط أو اعتباره إن هو مهزوم أمام نادي الزمالك. الزمالك هنا ما بقاش طرف أصيل متضرر من الموضوع بقدر ما هو أصبح شاهد، هيبعت الرد بتاعه كشاهد يدعم موقف بيراميدز أو طلبات بيراميدز بإن يتخصم ال6 نقاط من النادي الأهلي أو 3 نقاط التانيين طبعًا بالإضافة لل3 نقاط اللي اتخصموا كاعتباره مهزوم في هذه المباراة. كده أنت عندك رد الأهلي، رد اتحاد الكورة، رد الزمالك أو شهادة نادي الزمالك، مع رد كمان رابطة الأندية المصرية المحترفة. كل دول المفروض يتبعتوا خلال 24 ساعة، أنا باقول لك إن ده ممكن ياخد من 24 ل48 ساعة، وبناءً عليها تستنى كمان 24 ساعة علشان تشوف القرار النهائي للمحكمة الرياضية الدولية. توقعاتي إيه؟ كل شيء وارد، يعني وارد يتخصم ال6 نقاط للأهلي وارد، وارد يكتفي بخصم ال3 نقاط زي ما رابطة الأندية خدت قرارها برضه وارد، ووارد كمان إنه يطلب إعادة مباراة القمة لو شافوا إن موقف الأهلي القانوني هو الأصح، بناءً عليه ممكن تعيد مباراة القمة، وساعتها هندخل في حدوتة كبيرة جدًا. لكن المؤكد دلوقتي إن الناس اللي كانت مستنية حسم الدوري يوم الأربع 28 مايو هتستنى كمان القرارات اللي هتطلع قبلها بأيام من المحكمة الرياضية الدولية، وممكن كمان تطلع قرارات من المحكمة الرياضية الدولية تقلب الموازين في قضية الموسم الحالي.